أنا يسعدني حمدي حسين كممثل لليسار المصري والشيوعي وكأحد المواطنين اللي شاركوا في ثورة 25 يناير إني أتقدم بالتهنئة لشعبنا المصري على نجاح هذه الثورة الشعبية. هذه الثورة الشعبية التي أنجزت أهم نقطة فيها، وهي إسقاط الدكتاتور ورحيله. هذه الثورة، ثورة 25 يناير، التي نتمنى لها أن تحقق باقي إنجازاتها. نعم، تحقق باقي الإنجازات. الثورة نريد منها العديد من الإنجازات، أهمها تحقيق مطالب الشعب الاجتماعية، تحقيق مطلب الحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في التعليم. أيضا من أهم ما سوف يميز هذه الثورة هي أنها تحقق للشعب المصري العدالة الاجتماعية إلى جانب الحرية السياسية. والاثنين المفترض، الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، هم الاثنتان مرتبطين مع بعضهما البعض. ولا ما ينفعش ان انا احقق حريه بدون عداله اجتماعيه، وما ينفعش ان انا احقق عداله اجتماعيه بدون حريه. وبهذه المناسبه بنشكر الجيش المصري ومجلسه الاعلى للقوات المسلحه على حمايته للشعب المصري طوال فتره 18 يوم فتره الثوره. ولكننا نتمنى ايضا من المجلس العسكري ان ينجز باقي المهام المنوط له ان ينجزها، وهي تشكيل الحكومه المؤقته الانتقاليه التي تعد، او المفترض انها تعد لانتخابات برلمانيه سليمه. ايضا مطلوب من جيشنا الباسل ان هو ايضا يعيد مره اخرى للشعب المصري كرامته من خلال انشاء دستور جديد. يعني اللجنه المنوط بها تعديل الدستور هذه يعني ماش عملنا حاجه، لان هذا الدستور هو دستور عفى عليه الزمن، دستور 71 عفى عليه الزمن، والمطلوب هو تغيير الدستور بالكامل على ان يتضمن المعايير والمواثيق الدوليه اللي وقعت عليها مصر، خاصه بحقوق الانسان. ايضا بنطالب الشعب المصري بحمايه ثورته من خلال تشكيل لجنه حمايه الثوره، اللي بدانا بالفعل تشكيلها في المحله، لجنه حمايه الثوره اللي هي تحمي الثوره من الارتداد عليها من الفاسدين والعابثين والرأسمالية العفنة ورجال الأعمال اللي كانوا أعضاء في الحزب الوطني البائد الفاسد. أيضا هذه اللجنة عليها أن هي تطارد الفاسدين الذين نهبوا القطاع العام وخصصوه، أيضا تطارد الفاسدين الذين نهبوا الأراضي ونهبوا المال العام باسم ان هم اما دخلوا في البرلمانات المزوره استغلوا سلطاتهم، او ان هم قيادات في الحزب الوطني الى اخره. شرط ان هو يكون هناك ما يثبت ان هم فعلا انهكوا وافسدوا الوطن، يعني هناك من المستندات ومن الشهود الى اخره. ايضا مطارده هؤلاء
الذين قتلوا شهداءنا وأصابوا العديد من أبنائنا ومواطنينا بإصابات خطيرة. أنا في النهاية أنهي كلمتي هذه بتحية واجبة وتقديرا وإعزازا وإجلالا لشهدائنا شهداء ثورة 25 يناير عبر القطر المصري بأكمله، وأيضا بشكل خاص لشهدائنا في مدينة المحلة اللي بنهديهم نصب تذكاري هيكون في ميدان الثورة اللي هو ميدان الشون سابقا، وإلى مزيد من الانتصارات لتحقيق غايات الثورة المصرية، الثورة الشعبية الوطنية، ثورة 25 يناير. وشكرا. الرحمن الرحيم. جابر سركيس، عضو اتحاد كتاب مصر وامين الحزب المصري اول المحله. طبعا سعادتي جزء من سعاده الشعب المصري كله بنجاح ثوره 25 يناير. هذه الثوره التي بدأها فكرها شباب مصر. هذا الشباب الذي لم يستمع قليلا او كثيرا لحكمة الشيوخ. هذا الشباب الذي لم يلتزم بتعليمات الكبار الشيوخ، سواء في الاحزاب سواء في المجتمع بشكل عام، سواء داخل حتى العائله. هذا الشباب انطلق بثورته هو ينظر الى شعوب العالم المتقدمه، شعوب العالم الديمقراطيه، شعوب العالم التي لا تسمح لأي رئيس فيها مهما كانت عظمته ومهما كانت خدماته للبلاد أن يحكم أكثر من فترتين. هذا الشباب الذي رأى شعوب العالم تعيش حياة ديمقراطية تنعم بعدالة اجتماعية، تعيش في دول وترى دول شعوبها تنعم بالعدالة، عدالة القضاء، لا تستر على فاسد، ومحاكمة دائما وعقاب دائم للمسلمين. هؤلاء الثوار الشباب هم الذين بدأوا ثورة 25 يناير. هذا الشباب لم يبدأ كما قلت من فراغ، لم ينبت في الفضاء، لكن كانت عيناه على نماذج الديمقراطية في دول العالم المختلفة، وخلفه تاريخ من الثورات في مصر والمحاولات الدائمة من كافة القوى السياسية، سواء حزبية أو حركات احتجاجية، التي زادت منذ عام 2005. ثورة الشباب أيدها ووقف إلى جانبها الوطنيين من الأحزاب ومن القوى السياسية، ثم وقف إلى جانبها كل فئات الشعب المصري، وأصبحت ثورة شعبية محققة. هذه الثورة ومفهوم الثورة يجب أن تكون ثورة في كل شيء، ويجب أن نبدأ حياة جديدة خالية من أي فساد كان في أي عصر سابق، أي تخلف كان في أي فترة سابقة. هذه الثورة يجب أن تكتس كل ما هو بالي، كل ما هو سيء في المجتمع المصري، حتى
سليمة تكون إلى جانبها حياة اقتصادية سليمة، تكون هناك عدالة اجتماعية وكرامة وعزة إنسانية تهيئ ثورة 25 يناير، تهيئ قواتنا المسلحة التي وقفت إلى جانب هذه الثورة الشعبية كما وقف شعبنا الصابر وشعبنا البطل إلى جانب ثورة 23 يوليو 1952. محمد عبد العظيم، عمال القطاع الخاص وعضو حزب التجمع لجنة رأيي عن الحديث عن ثورة 25 يناير أقدر أقول فيها أنها إذا كانت بدأت فاعليتها يوم 25 يناير، لأن هذه الثورة كان لها مقدمات قبل أن تبدأ 25 يناير، بمعنى أن هذه الثورة بدأت فاعليتها قبل هذا التاريخ بعدة سنوات. توضيح الكلام ده أقول بمنتهى الصدق والبساطة إن الحركات الاحتجاجية الفئوية التي خرجت من أواخر التسعينات إلى ما قبل يوم 25 يناير كان له تأثير كبير في إحداث هذه الثورة. على سبيل المثال كل الاحتجاجات العمالية وفي أكثر من موقع عمالي عبارة عن تراكمات نظرية لفئات متعددة إلى أكثر من موقع عمالي، أدى إلى ثقافة الثورة وثقافة إيجاد حركة للتغلب على الظلم والفساد الذي انتشر طوال 30 عام من حكم النظام حسني. أيضا من العوامل التي ساعدت على هذه الثورة هو الغباء السياسي لنظام الرئيس حسني مبارك، بمعنى ليس حسني مبارك وحده ولكن كل النظام الذي تبناه الرئيس السابق رئيس الجمهورية حسني مبارك. كل هذه السياسيات أدت إلى فساد في كل مؤسسات الدولة. قامت الثورة لأن هناك ثورة عندما تقوم ليس بوجود فساد، ولكن ثورة تقوم عندما يحس المواطنون بهذا الفساد. فكان الفساد أمرا واقعا في كل المؤسسات، ولكن عندما أحس المواطنون جميعا الشباب الرجال السيدات السياسيين والسياسيين كل فئات المجتمع عندما أحست بهذا الفساد قامت الثورة. أيضا يجب أن نحدد عوامل نجاح الثورة. عوامل نجاح الثورة تبدأ الإحساس بالفساد، ثم بعد ذلك تأتي إلى الخبرات التراكمية نتيجة الاحتجاجات الفئوية التي خرجت من جميع الفئات، كانت وكأنها ظروف لثورة 25 يناير الكبرى التي قامت بهذا التاريخ. أيضا يعتبر من نجاح هذه الثورة هو عدم وجود قيادة فكرية لهذه الثورة. هذه الثورة فريدة من نوعها تختلف عن كل من سبقها من ثورات أنها لم يكن لها قيادة. نعم كانت هناك قيادة ميدانية تنظم حركة الثورة في انتهاء يوم 25 إلى خطاب التنحي، إلى إجبار الرئيس